وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ كل سنة وانتم طيبين وجماعة مبارك عليكم وصلى الله على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة إن شاء الله نستعرض معاكم الشغل الجديد، حاجة يعني ممتازة جدا غير الشغل القديم اللي هو بتاع السات فندر ال4.5 اللي هو كانت ال القديم اللي هو بيتقفل ويتفتح. لأ بصراحة شغل جديد. المنظر، بصوا المنظر حاجة عالمي، تقفيل عالي. ويسلم طبعا المهندس الكبير اللي احنا واخدين منه الشغل. تمام، اتوفر معانا، واول ما جبناه عملنا عليه فيديو كامل. تمام، وعملنا عليه تيست وعملنا جربنا، شفنا الدنيا وشفنا المميزات، شفنا المميزات اللي فيه وشفنا دنيته. بصراحة حاجة فخامة. اللي محتاج وعايز واحدة خش يكلمني ونبعتها له شحنة لحد ايه، لحد البيت. طبعا انت اما تشوف الفيديو كامل، ده الفيديو مني من جهاز الشخص اللي انا شاريه. يعني انا شاري، حتى الناس ممكن تبص تشوف لسه الاوردر وصلني امبارح، وعملت عليه تيست وشفت دنيته الاول عشان لما نبيع حاجة نبيعها بما يرضي الله. بصراحة تقفيل عالي جدا وحاجة ممتازة. تمام، نبص بص برضو كده قبل ما نشوف الفيديو كامل. طبعا انا رافع فيديو كامل بالنسبة لايه، بالنسبة للجهاز يعني كامل. تمام، يعني ده اقل حاجة. برضو نبص عليها كده، نبص كده حاجة بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين الفولت بتاعنا وكل حاجة تمام التمام، وحاجة 10/10 بسم الله ما شاء الله ممتاز. وطبعا برضه في طبعا الكلام ده كله احنا قلناه، بس يعني في فيديو كامل هتبصوا عليه. بصوا كده، بصوا شوفوا يعني شوفوا العدسة، شفتوا النور اللي هو اللمبة. بصوا طبعا النور اصلا عشان ضارب في وشي مش باين. ده كده الشاشة زي ما انتم شايفين، حاجة فخامة، حاجة فخامة فخامة يعني. تمام، نبص كده يا جماعة. بصوا بس طبعا الفيديو مش هيبقى واضح زي الفيديو المقدمة ده، بس انا بوريلكم المقدمة بس. تمام، حاجة عالية جدا جدا وشغل عالي والسوكت بتاع اللودر حاجة عالية طبعا. وغير اللي ورا تمام مشبك يسند عليه وسماعة عالية جدا، وحاجة بسم الله ما شاء الله. طبعا احنا عاملين فيديو كامل عليه. تمام، وطبعا زي ما انتم شايفين دي كده، بصوا ده كده ضد الكسر، مهما تخبط فيها تعمل تقع كلام من ده كله تمام التمام. حاجة كده صغيرة كده، حاجة بسم الله ما شاء الله ممتازة جدا. اللي عايز واحدة هيخش يكلمني وهنبعت له زي دي بالظبط. طبعا بتيجي ببقى عارف دي ايه وبالظبط زي ما انتم شايفين الشغل ده كله. تمام، طيب نبص بص بقى برضو على الشاشة وهي شغالة كاملة بالفيديو التاني المقطع التاني، وأي حد محتاجها يخش يكلمنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ كل سنة وانتم طيبين، صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. النهاردة إن شاء الله هنستعرض معاكم حاجة جديدة بقى، حاجة جديدة كده وعالية بمعنى أصح لشغل السات فندر. تمام، شاشة 4.5 بتقفيل احترافي، تقفيل احترافي احترافي احترافي. ده طبعا بطارية اللي هي اليو بي اس، البطارية اللي هي الاستيراد القديم دي بطاريتها عموما يعني. طيب نفتح كده. طبعا احنا جايبينها شحن والله، جايبين منها حتة. تمام، عشان نشوف، او انا يعني بمعنى اصح اشوف دنيتها ايه، اشوف الشاشة ديت فعلا هل هي تمام، هل هي تسد في الشغل ولا ظروفها ايه. تمام، غير طبعا الشاشات اللي احنا كنا بنقفلها القديمة اللي بتتقفل من تحت وبتتفتح دي، طبعا كانت باينة في المقدمة من الأول. تمام، سات فندر حاجة بسم الله ما شاء الله. نبص بصة ونفتح معاكم ونجرب ونشوف الدنيا، خليكم معانا. سات فندر عالمي، سات فندر عالمي. أول حاجة يعني برضه نحب نشكر صاحب الفكرة أو صاحب الشغل، بصراحة راجل محترم جدا جدا. سات فندر 4.5. تمام، وطبعا ده تم توفيرها لنا، بس احنا جايبين حتة واحدة عشان اشوف دنيتها ايه. يعني انا نفسي شاري حتة لنفسي والله. تمام، عشان اشوف دنيتها ايه ووظيفتها ايه، وهل هي تمام او هي مثلا مش قد كده. لا بسم الله ما شاء الله تقفيل عالمي. نبص كده ونشوف الحلويات. ايه ده، ايه، انا ما كنتش اعرف ولا كنت مصدق بجد ان يعني تقفيل صح، تقفيل مظبوط، الشغل عالي. يعني مهما اتكلم مش هقول قد ما انا اشوف، لان طبعا زي ما انتم فاهمين ما بنجيب اجهزه باوت، نجيب اي شغل، نجيب اي حاجه. انا من النوع اللي انا من النوع ان انا يعني دقيق شويه بالنسبه للشغل وبالنسبه للحاجه اللي انا بشوفها بمعنى اصح.
طيب نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ونعمل كده معاكم بقى ريفيو بالنسبة للشاشة العالمية ديت السات فندر 4.5 متقفلة ببطارية داخلية. بطارية فيها طبعا دايرة حماية. تمام، نبدأ كده. ده كده المفتاح، وده كده كابل برضه بيوصل بتاع ده صورة من بره. يعني ممكن لو وصلنا ريسيفر خارجي من بره هيظهر معانا في قلب الشاشة عادي، مفيش أي مشكلة. تمام. ودي كده طبعا الايه الايديو والفيديو ماشي. لو حبينا نوصل ايديو وفيديو برضو الايديو والفيديو موجود. وده كده كابل اتش دي بيعرض برضو على الشاشات زي ما انتم فاهمين، الشاشات الكبيره تعرض عادي. وادي كده اليو اس بي تمام للسوفت وير، ملف قنوات، كل حاجه تمام التمام. وادي كده التيونر بتاع الجهاز. تمام. ده كده الايه الوش بتاع الريسيفر من فوق. تمام. نخش بقى على الجنب لان هو فيه امكانيات رهيبه والله بجد، يعني بجد يستاهل. بصراحه العلبه عجباني، يعني العلبه بصوا، العلبه عجباني حتى لو وقع لا قدر الله ولا كده. في شغل عالي، شغل عالي يعني. اول حاجه في دراع اللي هو بتاع المسند. بصوا من المسند ده بسم الله ما شاء الله مشبك حاجه رهيبه، رهيبه ومحمله كمان، مش اي حاجه لا محمله. وادي كده اللمبه الصوره دي، ده ليد بالليل بقى طبعا وانت منور يعني وظهر. يعني احنا ممكن نوريه لكم ثواني بس كده، بس مش عارف. نبص كده، نبص كده. طبعا احنا لسه ما فتحناش الجهاز بس هنوري لكم اللمبه. بصوا بصوا شوفوا النور رهيب رهيب، يعني بسم الله ما شاء الله رهيب. طبعا ده عشان انا منور النور فاكيد هتلاقي مش هيبان معاكم النور الصح. المهم عاجبني التقفيل والفتحات والسماعه بسم الله ما شاء الله، سماعه عاليه. ده حتى عاجبني المسامير ذات نفسها، مسامير الانكيه، حاجه بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه ممتازه. طيب انا بقى جايب الجهاز ده الهدف، يعني انا جايب الجهاز ده لما عجبني ان هو فيه، قبل بس ما نتكلم في اي حاجه، اول حاجه اللي فيه مثلا اللي هي الايه العدسه الرقميه اللي بتبين الاشاره وبتبين معاك ايه القناه رقم كام وهكذا. تمام. تمام. طيب يعني التركية بقى اللي عجباني بقى في السات فندر ده بتاع الزرار اللي احنا عرضناه. ده اللي هو بتاع اللمبه، اللي هو بتاع النور اللي ورا. وده بتاع الكهرباء، ده كده بتاع الكهرباء. طبعا هي الشاشه فيها بطاريه، يعني الشاشه فيها بطاريه داخليه 3 ليثيوم او تقريبا 4، هم 3 ودايره حمايه وحاجه ممتازه جدا جدا عموما يعني. اللي عاجبني بقى، يعني اللي عاجبني في الليله دي سوكت الريسيفر بتاع اللودر. ده اللي عاجبني ليه؟ لان انا ممكن انزل تحويلات، انزل بتاع، ما اقعدش بقى فك الجهاز والكلام ده. حاجه كده خارجيه توصل بقى تنزل سوفت جديد، سوفتات اللي احنا بنعدلها الكلام ده كلته، اللي هو السلك اللي هو الايه 3 بين اللي هو بتاع السوكت بتاع اللودر. ممتاز كله من بره 10 على 10 ومدفون له 14. ده اللي عاجبني بصراحه في في قلب الجهاز عموما يعني. هو والبطاريه دي كده اللزقه بتاعته. بص ممكن نبص كده، دي كده لا حمايه، شاشه حمايه لو وقع دي ما تتكسرش نهائي زي ما انتم شايفين اللي بتركب في قلب الشاشات. حاجه ممتازه. ده طبعا لازقه. تمام. والسنسور قدام منكم. تمام. الجميل دلوقتي احنا مثلا شغالين على السطح. طبعا يعني انا بنصح برضه لو انت هتشتغل كما تور دايزك او مثلا ماركتير وكلام من ده، لازم يكون معاك بطاريه، لازم بما يرضي الله. اما اللي انا واخد منه الشغل إيه طبعا اتوفر يا جماعه معانا عندنا منه. انا دي حته هجيبها وجبتها زي ما انتم شايفين كده، عملت عليها تيست وشفتها بقالي يومين اهو او يوم. تمام. واللي محتاج واحده اعتبر الفيديو اللي انت شفته ده هو اللي هيجي لك بفضل ربنا ان شاء الله. تمام كده. تمام. انا مثلا فوق مثلا وشغله كده وبقالي 3 ايام مثلا شغله او كده، عايز اعرف البطاريه دي هتخلص امتى او ظروفها ايه ولا فضت ولا كلام من ده. وما انا جاي فاتح زي ما انتم شايفين. ده كده كام 12 و4. طبعا لما بتكون متفوله خالص بتبقى 12 و6، تكون انت شحنت 12 و6. بعرف مؤشر البطاريه فضل كام الوقت ولا ليه كام ولا كلام من ده. بص المنظر 10 على 10 والله. ومفتاح قفل وفتح عشان ما يفضلش ده فاتح ليل نهار. حاجه ممتازه بصراحه، يسلم بصراحه تسلم والله، حاجه ممتازه جدا. بسم الله ما شاء الله. طيب احنا كده عرضناها، معلش الفيديو طول شويه بس عشان برضه انتوا عارفين شغلي بما يرضي الله. نفتح ونسمي الله كده. فتحنا ثواني كده، احنا فتحنا خلاص زي ما انتم شايفين من فوق. بصوا العدسه اشتغلت، اللي فتحت وصلت تاني. بصوا بقى، نبص بقى نشوف الصوره ونشوف الدنيا عامله ازاي. نبص كده ثواني برضه نجيب. طبعا انا نزلت ملف قنوات جديد وعدلته
هنا عندي في قلب البيت للموتور الدايزل زي ما انتم فاهمين. ادي كده القرآن الكريم، وادي كده الإشارة. حاجة بسم الله ما شاء الله. ليه انا نزلت اللي هو السوفت، ما نزلتش السوفتات بتاعت التحويلات؟ لا، لان السالك له ملف واقدر ان احنا نظبط الاقمار. طيب احنا فتحنا الوقت اهو، شغال الدنيا كلها تمام، والسنسور زي ما انتم شايفينه من فوق حاجه بسم الله ما شاء الله تمام تمام. بصوا بقى نسمع الصوت، صوت رهيب. بصوا الصوت رهيب، حاجه بسم الله ما شاء الله قيه. بصوا طبعا دي تعديل الملف اللي انا بظبطه. بصوا اه، حاجه بسم الله ما شاء الله. بصوا لا، حاجه بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه محمله، حاجه نظيفه تطلع تشتغل بيها يبقى مزاجك في الجون. اللي عجبني في كل اللي احنا بنقوله ده، اللي عجبني موضوع اللودر، ان احنا نقدر نحول بقى تحويلات اي حاجه، كل حاجه زي ما انتم شايفين كده تمام. ادي كده الايه، الاشاره، وادي كده الصوت، صوت بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين اهو اهو اهو. بصراحه تقفيل عالي وشغل عالي جدا جدا بالامانه والله. واحد طبعا انا عدلت الملف في القناه اهو اللي هي شغلي تمام، عشان نطلع نبقى احنا عارفين التردد. طبعا الكلام ده كلته احنا بنظبطه منين؟ من الموتور الدايزل بالنسبه للاقمار، عشان نطلع نشتغل على طول. احنا بس هنوطي الصوت عشان نطلع نشتغل، نعرف الاشاره نطلع نشتغل على طول تمام. بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه بسم الله ما شاء الله تمام والله، عجباني يعني. انا قلت اشتري، انا لنفسي اشتري حته واعرف دنيتها فعلا تستاهل فعلا، هتسد معانا. بس انا بالامانه لسه ما جربتش موضوع الشحن بتاعها، يعني لسه ما فضتش. زي ما انتم شايفين قدام منكم لسه جايبها امبارح. بصوا اهو زي ما انتم شايفين اهو، احنا اول ما فتحنا وشغلنا بقت 12 و2 تمام. لازم بالتالي هتقل، بس هتقل ايه؟ ارقام. طبعا انا كل ما بنعترفش بالكلام ده كلته غير لما الشاشه تفصل. هتفصل امتى؟ يبقى 8 7 ونص لازم اوكي، لازم تفصل. ليه؟ شاشه ورسيفر اوكي لازم تفصل بكده تمام. طيب هو انا بقى جاي فاصل ده ما يفضلش بقى، طبعا ده مؤشر ممتاز ان هو ما يفضلش شغال على طول. ثواني بس نعدل الاشاره تمام كده يا جماعه. اللي حابب وعايز واحده هيخش يكلمني زي ما هو شافها في الفيديو كده اهو، دي اللي هتبقى بتاعته، مع كل حاجه ممتازه بسم الله ما شاء الله تمام. طيب انا بنصح بقى اي حد بالنسبه للشاشه، للشاشه دي هي بتقعد ساعتين، يعني انا اللي انا واخد من الشغل اللي بتقعد ساعتين متواصلين شغالين تمام التمام. طب هو مفيش حد هيقعد ساعتين لما مؤاخذه يعني يقفل نايل ساعه، ده استحاله، مش هيكمل معاه. ده الصنايع الصح يعني تمام. طب انت عندك شغل تقيل وهيطول والحكايه هتطول، ممكن يفصل معاك في اي لحظه، يبقى انت برضه عامل حسابك في بطاريه. لازم بطاريه خارجيه، اي بطاريه خارجيه ترانس ايا كان، كله شغال تمام التمام. طب الشحن بالذات بقى اما بيجي الشحن، انت بتجيب الشحن بتاعك عادي تمام، ترانس اللي هو ال 12، وتوصل هنا زي ما انت شايف كده اهوت يشحن. تسيبها بقى ساعتين ثلاثه بحيث انها تشحن معاك. واول ما بتشحن بتجيب ايه؟ بتجيب اللي هو الرقم ده ال 12، بتبقى 12 و6، يبقى كده فولت وشحنت تمام التمام. وزي ما انتم شايفين برضو النور بقى من ورا. بصوا النور حاجه، لا دي بالليل بقى يعني هتخليها ظهر بفضل الله يعني. حاجه ممتازه، لا يعني شغل عالي، شغل عالي. واللي عاجبني كمان الخامه، يعني اللي عاجبني في، معلش انا طولت عليكم في الفيديو بس انا بقول بما يرضي الله، عشان اللي عايز ياخد الحاجه ويشتغل بقى وربنا يرزقه ان شاء الله تمام يا جماعه. اللي حابب وعايز واحده يخش يكلمنا على طول ونخلص فيها، وموجود شحن في كل مكان، وزي الشغل كده ياخدها هيدعي لي مش اكتر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في ملحوظه معلش اسف كمان عشان يبقى بمرضي الله، الريسيفر ممكن نوصل له انتنه خارجيه من داخليه من جوه صغيره، يفتح معانا اللي هو النت، يوصل له النت. انا ممكن اوصل له البتاع دوت واي فاي انتنه يعني داخليه من جوه، يبقى كده شغال تمام التمام. وطبعا اليو اس بي، هو في 2 يو اس بي، يو اس بي ده بقى بتاع الملف وبتاع السوفتات وكده. يعني انا ممكن اوصل له نت كمان تمام، يفتح معانا السيرفر. شغل عالي 10 على 10 بصراحه، يستاهل. معلش انا طولت، بس انا يعني من كتر ما انا بصراحه مبسوط من المنتج ده، فقلت اوريه لكم. اللي حابب وعايز موجود متوفر معانا، هنشحن له وهيدعي لنا باذن الله. بالنسبه لسياده فندق، والبطاريه زي ما احنا قلنا كله داخلي، مفيش بطاريه خارجيه. انت معاك بطاريه خارجيه لما دي تفضى تبقى توصلها عادي او ترانس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اي حد محتاج يخش يكلمني. السلام عليكم.